بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نعرض فيها قصة صحفية نيوزيلندية طردتها نيوزيلندا وكل الدول الأوروبية والمتحضرة، ولم تجد أحدا يحميها ويأويها إلا حركة طالبان. والعجيب أنها كانت تهاجم حركة طالبان وأنها بماذا سيفعلون لحقوق المرأة في أفغانستان. قصة عجيبة وغريبة جدا. الصحفية هي صحفية نيوزيلندية وهي حامل وغير متزوجة، تعمل في أفغانستان. يعني الصحفية كانت موجودة داخل الأرض الأفغانية بتغطي الحرب والانسحاب الأمريكي إلى آخره. هنا في صحيفة القدس العربي، صحيفة الديل ميل، مراسلة الجزيرة السابقة في ضيافة طالبان ولا تستطيع العودة لنيوزيلندا بسبب قيود كورونا. الصحفية دي كانت موجودة في أفغانستان وقت إخلاء القوات الأمريكية وانسحابها، كانت بتعمل لقناة الجزيرة. خلصت وركبت الطيارة وطلعت وهي في أفغانستان تعرفت على مصور صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية، هو بلجيكي لكن هو مصور صحيفة نيويورك تايمز. فهي أفغانستان بقى في الحرب والكلام. البنت أصلا كما هي نشرت هذا على الفيسبوك ونشرت على تويتر ونشرت في الصحف النيوزيلندية والوكالات العالمية نشرت أيضا. يعني هي عملت فضيحة لحكومة نيوزيلندا. يعني المهم فقالت لهم الأطباء وأنا في أو قبل أفغانستان وبعد أفغانستان، يعني قالوا لي أنت عقيمة لا يمكن أن تنجبي. فعاشت براحتها. يعني المهم البنت بعد ما خلصت شغلها في أفغانستان طلعت على قطر شغلها، وهناك تبين لها أن هي حامل. فراحت طبعا هي هنا وفي الجزيرة هي وبتسألهم وهنأت ذلك، فراحت تكشف عند طبيب النساء والولادة فقال لها أنت حامل. فقالت له قال لها أنت متزوجة؟ فين زوجك؟ فقالت له أنا غير متزوجة. وهي كما تقول سألت الطبيب هل ستستدعي لي الشرطة؟ قال لها لا، لكن القانون القطري يمنع الحمل بدون زواج. في قطر بلد إسلامي يعني. فقال لها ولا أستطيع أن أقدم لك علاج ولا أستطيع أن أقوم لك بعملية الولادة هنا في قطر. فهي ماذا تفعل؟ قدمت استقالتها من الجزيرة وقررت تغادر قطر. فرؤسائها في قناة الجزيرة الإنجليزية قالوا لها يعني لماذا تستقيلين؟ قالت لهم والله ببدأ حياة جديدة. قالت لماذا تتركين كذا؟ هي طبعا تقول لم أخبرهم، وقدمت استقالها وغادر قطر. وقالت أروح فين؟ حاولت ترجع نيوزيلندا. نيوزيلندا أغلقت، كل المواطنين النيوزيلنديين في الخارج يبقون في الخارج لأن كورونا ومش كورونا والفيلم اللي انتوا عارفين. فاتصلت بالولد اللي هو المصور الصحفي ده وقالت له الله تعالى انت العملة بتاعتك فاستضيفني عندك في بلجيكا لأني ما ينفعش أبقى في قطر ومش عارف أرجع نيوزيلندا، فأنت استضيفني في بلجيكا. فسافرت له في بلجيكا، استضافها 3 شهور والفيزا انتهت. كنيوزيلندية من حقها تبقى في بلجيكا 3 شهور فقط. طب باقي الدول الأوروبية كله أغلق حدوده وأزمة كورونا شغالة وفيلم اللي انتوا فاهمينه ومشاكل الطيران. هي بقى ترسل لحكومة نيوزيلندا، حكومة نيوزيلندا قال لها تدبري أمورك في الخارج. طب بلجيكا هتطردها، أصبحت مخالفة، هي شكلها بتخاف من القوانين يعني، ودي مشكلة اللي يخاف من القوانين. فنيوزيلندا رفضت استقبالها. وطبعا ده رئيس وزراء نيوزيلندا وهي نفسها مش متزوجة، الواد ده أبو وبنتها ولا أبو ابنها، وكان المفروض تتزوجه. وبعدين طبعا السؤال ليه الولد المصور الصحفي هذا رفض يتزوجها؟ ما تزوجها وحل المشكلة. لكن انظروا القوانين الأوروبية. يعني هو لو بيخاف على بنته، هي حامل في بنت، ولو هو بيحبها وانت مش انت خايف عليها وبتحبها، تزوجها يا أخي وحل مشكلتها. إنما الدول الأوروبية وضع قوانين تجعل الشاب يرفض الزواج، لأنه إذا تزوج يقول له إذا تزوجت منك ستأخذ نصف أموالك، إذا اختلفت معك سوف تدفع نفقة، سوف مشاكل، فأنت عيش في الحرام. فهم ربوا كذا، ولذلك هو رفض إنه يضحي بنصف ماله بتاعه. لا 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 لا، لا تزوجك ولا حاجة، خلينا عايشين كده. طيب المهم هي تعمل إيه في هذه الأزمة والورطة وضاقت بها الأرض؟ فقالت أستعين بصديق. أبحث عن مين؟ ليس معي فيزا ولا تأشيرة لأي دولة سوى أفغانستان. وقالت لك والله بما أنني قابلت المسؤولين الأفغان، دي صورة مثلا معهم، وهم يعرفونني
لأن طبعا كانت بتغطي الحرب وكانت بتقابل قيادات طالبان، فاتصلت بهم، فاتصلت بالجماعة بتوع طالبان وقالت لهم في التليفون: انتوا عارفين ان انا كنت شغالة عندكم صحفية؟ قال لها: احنا عارفينك. قال: طب انا عاوز ازوركم. قال له: اهلا وسهلا، اتفضلي تعالي افغانستان ترحب بك. قالت لهم: لكن في مشكلة. مشكلة ايه؟ فهي بقى ده نص كلامها. فهي قالت للمسؤول في طالبان: هل تعلم او تعرف انني كنت اواعد، يعني بتنام معاه في الحرام، يعني اواعد جيم من صحيفة نيويورك تايمز ولسنا متزوجين؟ فقال لها: نعم نعم، نحن نحترمكما وانتما اجنبيان. احنا في طالبان كنا عارفين انتوا بتهببوا ايه يعني. يعني مخابرات طالبان طبعا بتراقبهم، دي ناس اجانب يعني. والامر متروك لكما. تقول: واصلت بعصبية وقلت: حسنا، انا حامل ولا يمكنني العودة الى نيوزيلندا، فهل إذا أتيت إلى كابول فهل سنواجه مشكلة؟ فمسؤول طالبان ابتسموا وقالوا: سنكون سعداء من أجلك، يمكنك القدوم إلى أفغانستان ولن تواجهي مشكلة، فقط أخبري الناس أنك متزوجة، وإذا حدث شيء أو تعرضت لمشكلة اتصلي بنا، لا تقلقي، كل شيء سيكون على ما يرام. المهم هي بقى بتقول: أصبت بالصدمة وكأن إحنا في يعني إيه، يعني في عالم مجنون، ما الذي يحدث يعني؟ فأنا ألجأ لطالبان، وطالبان هي التي تحميني من حكومتي اللي رمياني بره وأنا مهببة اللي مهبباه. فهي بتقول: عندما تعرض عليك طالبان، عندما تعرض عليك طالبان وأنت امرأة حامل وغير متزوجة ملاذا آمنا، فأنت تعلمين أن وضعك قد فسد، أو وضعك يعني أصبح غير منطقي يعني. هي كتبت طبعا الكلام ده، أنا مترجم من الصحافة النيوزيلندية يعني. المهم بتقول الصادم أنه في أول مؤتمر لحركة طالبان هي كانت حاضرة هيت، وسألت حركة طالبان: أنتم حقوق النساء، حقوق النساء. فهي بتقول: أتذكر هذا المشهد، وتقول: المفارقة الوحشية أنني سألت طالبان عن حقوق النساء، الآن أطرح نفس السؤال على حكومتي. تعالوا نشاهدها وهي بتطرح هذا السؤال على حكومة طالبان. There's a lot of concern about whether women will be allowed to work, that girls can still go to school. What assurances can you give to women and girls that their rights will be protected? طبعا اتضح ان حكومة طالبان خايفة عليها، وحكومة بلدها اللي رئيستها امرأة، رئيسة وزراء حكومة نيوزيلندا امرأة، ولم تهتم بقى. يعني تقول يعني بقى طبعا نشر على تويتر استغاثات، وفي الصحف والبرلمان النيوزيلندي: انا حامل. وقالت لهم افغانستان ليس فيها مستشفيات، المستشفيات ليس فيها كهرباء، اذا تعرضت لاي مشكله ماذا سافعل؟ هموت. فيقول لها: وضعك الطبي ليس حرجا، واحنا لا نستطيع ان نفعل لك شيء، ولا نستطيع ان نعيدك الى نيوزيلندا. فيعني وطبعا الصحفيين والصحفيات اللي كانوا معاه في افغانستان، ما تدخل على تويتر تجد يعني في الكلور الناس في حالة صدمة وذهول مما يحدث. فهنا هي مثلا ده اسمها، ده حسابها على تويتر، اسمها شارلوت بيليس. فهي بتقول: تلقيت يوم الأحد خطابا من عنوان بريد إلكتروني عام تبع الحكومة النيوزيلندية، يعني يقترح أن أتقدم بطلب عبر فئة مختلفة للحصول على مكان طارئ أو تحت بند الطوارئ للعودة إلى نيوزيلندا، أرفق رسالتهم وردي عليهم. لأن هي بقى طبعا بكل تقول: يوافقون ثم يرفضون، يوافقون ثم يرفضون، وكل حالتك ليست حرجة، انتظري. تقول: أنا حامل، يعني ممكن يحصل أي حاجة يعني. هنا دي الصحفية الأمريكية بتاع CNN اللي كانت عاملة تقرير كده وانتشر كتير يعني حتى بين العرب يعني. فالمهم هي بتقول إيه: هذه قصة مجنونة، خاصة كامرأة وأم، جعل الدم يغلي بالنسبة لزميلتي شارلوت وجميع الحوامل النيوزيلنديين الذين منعوا من العودة إلى ديارهم. إنه يثير العديد من الأسئلة المهمة وليس فقط لنيوزيلندا. طبعا السؤال يا جماعة، إن أوروبا بتحمي حقوق النساء، هذه كذبة. والله لا يحمي حقوق النساء إلا المسلمين، والله لا يحمي حقوق النساء إلا الإسلام. احنا شاهدنا أول من تخلى عنها الولد المصور بتاع الذي رفض أن يتزوجها. هل هذا في الإسلام؟ ده في الإسلام كانت شعلق من رجليه. إزاي أصلا كده يعني؟
ولما هو رافض ينفق عليها ورافض يتزوجها لأنه خايف على بعض الأموال، بينما أنت في الإسلام تضحي بحياتك كي تحمي زوجتك. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد. يعني أنت تبذل حياتك للدفاع عن زوجتك، بل المسلم يبذل حياته دفاعا عن أي امرأة. واحنا يعني التاريخ الإسلامي مليء بهذا، والتاريخ اللي احنا كمسلمين نعيشه الآن، يعني الغيرة على النساء وكذا. وهذا الولد اللي هو حملت منه حتى رفض أن يتزوجها ويحلها المشكلة. مسألة بسيطة يعني، لو تزوجها وكان يمتلك شقة تأخذ نصف الشقة يعني. فبالك أنت كمسلم بتضحي بحياتك. انظر، فدي أول حاجة في حماية حقوق المرأة في الإسلام، أنه الرجل يبذل حياته دفاعا عن المرأة، سواء كانت زوجته أو قريبته أو حتى أي امرأة يعني. وده غير موجود عندهم. الأمر الثاني أنه في الإسلام المرأة لابد من توفير لها مأوى، ولابد من توفير لها مسكن، ولابد من توفير لها الحماية، ولابد أنه الناس تتكفلها. هي حالا حكومتها سايبها مرمية في الشارع، ولا مرمية في أفغانستان، ولا كهرباء، ولا الأوضاع في أفغانستان أنتم تعلمونها. الأكثر من ذلك كما نحن نشاهد المرأة في أوروبا بتعمل إيه يا جماعة؟ هي المرأة اللي تبقى تعمل في مطعم، وده يقول لها نظفي هنا، وهذا يقول لها طب ما لما تنظف في البيت لزوجها يقولون هذا يهينك، لكن تنظف لناس غريبة عادي جدا، دي كده امرأة عاملة. طب لما تعمل لرجل واحد اللي هو زوجها، وزوجها يا عيني طلعان روحه وشقيان وعرقان بره البيت عشان يشتري لها ملابس ويشتري لها طعام، وبتجلس في البيت وتعمل في بيت واحد، لا كده يقول لك هذا لا تتزوجي. انظر ماذا يفعلون. وانا قلت لكم من قبل، لما ذهبت الى بريطانيا وذهبت للمسجد اجر لقاء مع شيخ المسجد مصري، الجامع كان تابع للازهر. كل قبل الصلاه وبعد الصلاه تاتي نساء انجازات تعتنقها الاسلام. طبعا في دماغي انه المراه الاوروبيه عندها حقوق والاسلام ده حاجه عار، يعني ده في العقل الباطن، انه المراه احنا قاعدين نبرر يا جماعه الاسلام لا يظلم المراه، لا من ده. فقلت له يا شيخنا هم لماذا يعتنقنا الاسلام؟ قال لي لأن الإنجليزيات يريدن التزوج بمسلمين، فبتعتنق الإسلام كي يتزوجها مسلم، لأن المسلم سينفق عليها، المسلم يجعلها تجلس في البيت، لن يجبرها على عمل، لن يأخذ مالها، لن يسكر ويشرب خمر، لن يضربها، لن يخونها مع امرأة أخرى، بينما الإنجليزي بيفعل كل هذا. وهذا نموذج حي أن أنت أمام دولة نيوزيلندا اللي تخلت عن امرأة، ومش تخلت عن رجل، تخلت عن امرأة يعني، والولد اللي هي حملت منه اللي تخلى عنها أو رفض أنه يتزوجها أيضا. انظروا، وهذه الحضارة الأوروبية يعني. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب عرب الصحراء لضابط المخابرات البريطاني ديكسون، اخترت الجزء الخاص بالنساء. عرفوا كيف كان أهلنا القبائل في صحراء الجزيرة العربية يحافظون على كرامة المرأة وشرف المرأة، وبعدين يقول احنا بتوعنا خلتين وجمل، احنا اللي علمنا العالم الحضارة، واحنا اللي علمناهم النظافة. أرجو الاستماع إلى هذا الكتاب تعرفوا قيمة أجدادنا وقيمة قبائلنا. أرجو الاستماع إلى هذا الكتاب. هنا فهرس بفيديوهاتي أرجو مشاهدتها، وأسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر، وهنا قائمة بالفيديوهات الوثائقية والتاريخية أرجو أن تشاهدوها الأئمات في مجال التاريخ، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.